على الرسول. طبعا اليوم بتاعنا النهارده هو كشري مصري. مكون من ايه؟ معايا نص كيلو رز، ومعايا كوبايه شعريه، معايا كوبايه عدس بجبه، معايا نص كيلو مكرونه، ومعايا كيلو طماطم. ف... فهو الطريقه سهله، واكيد كلنا بنحب الكشري المصري، ان شاء الله مش هياخد معانا وقت. ويلا بينا على المطبخ. دي التسبيكه بتاعت ايه؟ بتاعت الكشري اهي. حطيت هنا معلقه ملح، هحط معلقه كمون، حطيت هنا المكرونه اهو بتاعت الكشري. دلوقتي هحط العدس اهو اسويه. الشعريه بتاعت الكشري اهو. دلوقتي انا غسلت الرز اهو، والعدس خلاص قرب يستوي. هفضل الرز على العدس، وهفضل الشعريه على العدس برضو، والرز اهو انا لسه محمراها اهي. وهدوهم تقليبه اهو اتنين مع بعض اهو. معلقه ملح على الرز اهي، نص معلقه كمون اهو. هغطي عليه على ما يكمل سواه ونرجعه تاني. البصل اهو اللي ما هرش عليه شويه دقيق عشان يطلع ايه، مقرمش. البصل اهو طلع مقرمش خالص وطعمه حلو وريحته جميله قوي البصل المحمر ده. دلوقتي انا هحط اهو الزيت البصل اهو، الزيت بتاع البصل اهو. ده بيبدل الكشري في حته تانية خالص اهو. اهو طبق الكشري اللي احنا مجهزينه مع بعض اهو قدامكم اهو. إيه، حلو قوي، وريحة البصل حلوة قوي، وهو جاهز على الأكل. فمعايا كمان ها الصلصة بتاعة الخل والثوم اهي قدامكم حضراتكم اهي. ومعايا صلصة اللي بالثوم اهي. والطبق اهو طبق الكشري اهو. ومعايا الليمون برضو عشان اللي يحب يحط عليه ليمون يحط. كل حاجة على قد ايدينا، اللي على قد ايدينا واللي في مطبخنا احنا بنعمله. فما تنسوش تعملوا لايك وتفعلوا الجرس، وتعملوا متابعة للقناة عشان ينزل لكم كل جديد أنا بقدمه لكم. واللي عنده أي طلب أي استفسار يكتب لي وأنا هرد عليه.